اجيو نسمعوا مع بعضياتنا التقرميشه. شوفوا كيفاش كيجيو كروستيون، كيجيو شي حاجه رائعه. غنتوجدوهم لطبله رمضان ان شاء الله بشي حاجه بتحميره الوجه، وكنديروا مع اي صوص. سمعوا لي التقرميشه، بسم الله. يا سلام، شوفوا الحشوه معلقه. تقدمي مع اي صوص بغيتو كيجيو رائعين. واجي يذوقوا معكم حتى جاد كيحمق عليهم هادو تحت الطلب ديالو. ذوق بزاف عجبتني. يلا مري من الحشوه. شوفوا كي دايره الحشوه. فخليكم لاخر فيديو، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم. الله نبداو مع بعضياتنا الوصفه. وقبل نبداو حبيباتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا تقريبا عندي واحد 900 غرام ديال صدر ديال الدجاج اللي غادي نسلقو بمنسمات. انا كندير كاس ديال الماء كبير كما كتشوفوا، وغندير شويه البهارات مكسيكيه، شويه ديال الزعتر، شويه الملحه، شويه البزار، جوج فصوص ديال الثومه كنخليهم بالجلفه ديالهم صافي. وكنخليهم تقدروا تنسموا غير بلا ما ديروا كاع ما بغيتوش بهارات مكسيكيه، باش يجي داك الدجاج منسم. هنا عندي واحد جوج بروات صغار وبصره خضريه بالخضر ديالها، القصب ديالها كنقطعها. غندير لها شويه الملحه وشويه البزار وشويه زيت الزيتون، وغادي نصوطيها حتى هي فوق النار. ومن احسن ومن الذ السيجار اللي كيجيو زوينين، سواء تقليوهم سواء يعني ديرهم فرايد، كيجيو رائعين. ومتى خديتهم ما كيجيوش عفوا انهم مزيتين. صافي هنا كنصوطي البرو ديالي مع البصله كما ذكرت. وهنا كما كتشوفوا ها هو تقريبا كتطلع فيه الغليه الاولى. الغليه الثانيه صافي كنحيدو من فوق البوطه. صافي هنايا بعد ما غدبل ليا مزيان كما غتشوفوا، نبقى نصوطي في البورو ديالي والبصله. وهنا تقريبا صافي غادي نطفي على الدجاج ديالي. هنا مباشره كنصفي داك الماء اللي طاب فيه الدجاج، وكنطحن الدجاج ديالي. بعد ما كيطيب لي الدجاج ديالي كنصفي، كنخلي هذا المرق هو اللي غادي نديروه بحال شكل بشاميل. انا عاودت معكم اللقطه لانني غناخذ الدجاج بعد ما كنصفيه كنطحنو في الهاشوار ديالي جيدا. وصدقوني ديك المنسمات كما قلت لكم كيجيو رائعين في الدجاج وكيبقى دير. وان شاء الله هاد الطريقه ديال الدجاج اللي غنزل لكم بها وصفات بحال الميني ساندويتشات هادو هما اللي كيجيو رائعين بالطريقه المكسيكيه. صافي هنا مباشره غندوز الهاشوار، وهداك البويون اللي صفيت معكم زدت فيه 2 معالق تقريبا ديال الدقيق كما شفتوا. غنحصلوا على هاد النتيجه. شو اللي غيجمع لينا هاد الحشوه ديالني. وصدقوني من اروع الحشوات اللي ما غتلقاوهاش في يوتيوب. هذه كتكون يعني كما كنقول كتقدم في ورشات اللي كتكون غاليه البنات. وغنبقى نعطيكم وصفات اللي رائعين البنات. غنبغي غير التشجيعات ديالكم من القناه ديالي. صافي كما كتشوفوا كنزيد هاد البشاميل اللي غادي يجمع ليا. وتصدقوني هو اللي طاب فيه الدجاج وفيه تمو منسم، هو اللي غنجمع به هاد الحشوه ديالي. وهي اللي كتعطيني ديك التعليكه للدجاج ديالنا، ومع الفيمي مع البصله والبورو. وديجا البورو مزجناه معكم في ليكيش. هذا هو الخليط ديالنا. بعد ما كنجمعوا ديك التعليكه شوفوا كنحصلوا على هذا الشكل هذا. صافي هنا غناخذ الورقه ديالي الكبيره. هنا كتشوفوا شويه ناشفه غادي ندهنها بزيت بعد ما نقطعها على 4. انا بغي غندير صغار متوسطين كما غتشوفوا. ضروري هذه ديال البخار ولكن كتجي شويه ناشفه. انا الصراحه كناخذها من عند الدراري اللي في برنوسي، اولا كناخذها من عند الدراري تاهما اللي في حي الشريفه في شارع القدس. لكن دابا اضطريت خديتها من المحمديه، صراحه عندهم شويه ناشفه. صافي غنقسمها على 4 كما قلت لكم. كتعبروا ضروري باش يجي كلشي قد. وكنقطع عليها دوك لي شيت اللي ناشفين. ضروري تحيدهم البنات باش كيعطيو، الا خليتوهم كتجي الورقه ما زويناش حتى في الطياب ديالها كتبقى مشنفه. هادو ما تلوحوهمش، كتزوقوا بهم ديروهم بزاف الاشياء دابا نشاركها معاكم. صافي هنا كندهن بلون دو طرافاي، كندهن عفوا الجهه الناشفه هي اللي كتكون على برا، والجهه مزيته هي اللي كتكون الفوق. صافي هنايا غندير سيكار كما كتشوفوا كنحاول نقاد. وهنايا غندير حدايا واحد شويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء باش انني غامضه هو اللي نسد بيه نسولي بيه داك السيكار ديالي. غنبقى غادا على هاد المنوال حتى غنكمل الكونتيتي كلها اللي عندي.
هنا كما قلت لكم محاولش نزرب معكم فيديو، كنخدم معكم بشويه بالنسبه للناس المبتدئات. كناخد الحشوه وهنا يدي عباري، بغيتوهم رقيقين كتنقصي من الحشوه، بغيتوهم بحال الطريقه ديالي باش كتلقاو تعضوا. انا الصراحه كندير على القياس ماشي كوموند، هادو بالنسبه لوليداتي، فهادشي اش غنخدمهم بحال هكايا. وكنحاول ها نتوما البنات كنمشي معكم بشويه صافي. وإلا كان بحال هكا عندكم شي زوائد ولا هذا كتحاولوا تدخلوه لداخل، دائما اي حاجه اللي كتونا تدخلها لداخل. صافي غنكمل كما قلت لكم على هاد المنوال حتى نكمل لا كونتيتي كامله اللي عندي. وهنا غنوريكم واحد اللقطه اللي ما شاء الله خدم معايا جاد فيهم، كنقول الله يرضي عليك عاوني. وهو كيحمق عليهم هادو، وما كاينش اللي ما كيذوقهمش عندي، سواء الناس او الضيوف او صحابي كيذوقوهم كيعجبوهم هاد لي سيجار. ونتمنى التشجيعات ديالكم لو وصلتوا لهنا لا فيديو، ما تنساوناش من لايك والبارطاج البنات باش هكا كتعم الفائده. واللي دارتهم تبارطاجيو معايا وتدعي معايا بالصحه. صافي هنا كما قلت لكم غادي نكمل كلها. ضروري تسوديهم بحال هكا شويه ديال الدقيق مع الماء وما تقويوش صافي وتسدوا صافي على هذا الشكل هذا. وهنا غادي نوريكم واحد اللقطه اللي غيديرها تبارك الله السجاد الشيف الصغير، ما شاء الله دار الاولى ومعرف لها. ولكن هنا غادي نشجعو، ما غاديش نقولوا ليه لا، واول تجربه ديال السيجار، فهكا شجعوا وليداتكم او بنياتكم الا بغاو يصايبوا. ومعلاش لا، واخا هو دري انا نتمنى يكون شيف كبير، علاش لا، وان شاء الله يدير داكشي اللي باغي بقرايته. صافي هي ضروري كنعطي الموتيفاسيون نشجعو كوميم كتبان زوينه. وغادي نخليها ما غنحيدهاش. صافي هنا بعد ما كنكملو كندوزهم في لابيض بياض البيض، هذا هو السر ديالهم الثاني. وغندوزهم في لاشابلوغ ديال الارز، نص انا البنات كنديرو في الكونجيلاتور ونص غادي نقليه معاكم باش تشوفوا كيفاش كنحصلوا عليهم على هذا المنوال. وهنا كنغمسهم مزيان في البيض، لان بياض البيض ما كيتشد مزيان. صافي بالنسبه للناس اللي غيسولوني واش ديريه في البيض والشراشوبلو تقدي يجي، ولكن بغيت كنتحصلي على هذيك الكروسيون ديك القرمشه مع ديك الحشوه اللي درنا لداخل، هما كلهم كيكملوا بعضياتهم. صافي غنكمل هذا المنوال ونتلاقاو في الشكل النهائي بعد ما غنقليهم. وهنا كما كتشوفوا معايا قلت لكم غادي نكملهم. وهنا صافي قلينا شي وحدين باش غناكلهم او ميم طون نبارطاجيو معكم، وغنوريكم كيفاش كنحتفظ بهم في الكونجيلاتور. كتقلقوا الزيت ما تكونش سخونه بزاف. وسمعوا معايا يا الغزالات كيما قلت لكم اول فيديو تقرميشه كيجي شي حاجه كروستيون، شي حاجه زوينه وتوجديها بتحمير الوجه، تقدمي مع اي صوص بغيتو كيجيو رائعين. واجي غيذوقوا معكم حتى جاد كيحمق عليهم هادو تحت الطلب ديالو. ذوق بزاف عجبتني. يلا مري من الحشوه. هذا واش كلهم من الداخل. هنا طريقه المجمد كنفرش بلاستيك من الداخل وما بين وحدين كاين بلاستيك، وكندخل الكونجيلاتور وكنبغيهم مباشره كنقليهم. بسلام عليكم.